سائق حافله مدرسيه كيتطرد بسبب الانسانيه ديالو من بعد 17 عام ديال المهنه. هذا السيد هذا بلاص ما غادي يحط الوليدات في المحطه اللي خصهم يحطوهم، فهو كان كيخاف عليهم وكان كيحطهم قدام البيبان ديالهم، لان هادشي اللي كيوقع للاطفال حاليا هادشي اللي خلى هذا السيد هذا بطريقته يحمي هاد الاطفال. لكن رب العمل ما اتفقش معاه فقرر انه يطردو. القضيه وصلت حتى للمحكمه، والمحكمه ايدات الفكره ديال رب العمل ونفذات بانها غادي تطرد هذاك السيد. تخيلوا معايا، هي فعلا بزاف ديال المهن اللي ما كيخصناش نخدموا فيها لا المشاعر ولا الاحساس ولا الانسانيه، لان رب العمل تيقول بان عنده واحد العداد ديال المحطات اللي خاصين بهذا الخط هذا اللي كيستعملوا هذا السيد. 17 عام ديال المهنه ما عمره ما كان عنده شي خطا. وتخيلوا معايا ان هذا سموه اون فوت غاف، لان كانت عنده حسن النيه باش يوصل هاد الوليدات حتى للبيبان ديالهم. السيد كيقول بان ما بين المحطه والديور ديالهم طريق مظلمه وماشي حدا المحطه، يعني بقوه اللي خاف عليهم كاع نوصلهم. لكن هادشي كله رجع عليه رب العمل، قرر انه يطردوا. المحكمه ايدات الفكره وداك الشيء اللي وقع. كنعرفوا بان حاليا كنعيشوا هاد المشاكل اللي ولينا كل نهار كنسمعوا مشاكل على الاطفال. السيد فقط بغى يحميهم ولكن بطريقه ديالو، رغم التضامن ديال الاباء معاه واللي حضروا معاه في الجلسه، فداك الشيء كان بدون جدوى. حكمت عليه المحكمه واتفقت وايدات الفكره ديال رب العمل، وهو الطرد ديال هذا السيد من بعد 17 عام ديال الخدمه وما عمره ما كان عنده شي مشكل. كان ربما يتعطى له واحد الانذار او لا ينبهوه. قولوا لي شنو الراي ديالكم نتوما في التعليق. السيد بغى يحمي الاطفال، لكن هذا الشيء ما كيتوافقش مع القانون الداخلي ديال هذه الشركه.